اجتماع مطول استمر لأكثر من 48 ساعة، يومين متواصلين لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم في جمهورية مصر العربية. أهم ما خرج به هذا الاجتماع؟ طبعا هذا الاجتماع مهم جدا، كان من حيث التوقيت. أولا هو بداية العام، وهو جاء فرصة لإقرار كل نشاط العام الماضي وأيضا خطة العمل الجديدة بما فيها الأمور المالية، ولهذا استغرق وقت كبير. والحمد لله يعني تم اعتماد كل المشاركات الداخلية والخارجية وانطلاق الموسم الكروي والاطلاع على الوضع المالي وعمل بعض الحلول ومن المعالجات، ونعمل أيضا من الجهات المختصة أن تتعاون معنا في توفير التمويل اللازم للموسم الكروي خاصة الداخلي اللي بيكلف حوالي أكثر من 2 مليار. فيما يتعلق باللجان، كانت فرصة على أساس أنه الاتحاد قرر يوسع قاعدة المشاركة ويعطي فرصة لجماعة جديدة، وتم الاتفاق على تعيين تشكيل لجان اتحاد وإعطاء الفرصة لعناصر مقربة من كل محافظة اليمن، وربنا يوفقهم إن شاء الله. وطبعا نحن حريصين مع نشرك دماء جديدة لتستفيد من الخبرات السابقة، وكان في هذا الاجتماع طبعا بنقاش صريح وبناء وتبادل الأخوان الانتقادات، والحمد لله يعني خرجنا برؤية واضحة لنشاطنا خلال العمل الحالي ورؤية المستقبلية للاتحاد. نعم دكتور، ما يخص المشاركات الخارجية، تأهيل اليمنيين، الناس الحاصلين على شهادة عليا أو الذين لديهم لغات أو المنضوين تحت الأندية الرياضية، ماذا عن دعمكم لهؤلاء الشباب حتى يصبحوا هم قادة كرة القدم مستقبلا؟ طبعا هذا الأشياء نحن حرصنا عليها وعملنا إعلان تذكر، والحمد لله الآن يعني عندنا طلبات من كثير من الشباب نحن درسناها، واليوم شكلت لجنة خاصة بحيث أنه حسب الإمكانيات اللي عنده لغة عربية فقط بنقدم اتحاد عربي ولا اتحاد غرب آسيا، أيضا اللغة الإنجليزية ممكن نرسله الاتحاد الآسيوي الآن وقت، لأنه الشهر القادم معنا انتخابات الفيفا وبعدها ممكن يفتحون عضوية اللجان وهكذا. لكن طبعا يعتمد على كفاءة الشخص وقدرته ومنافسة. أنت تعرف مثلا اتحاد 47 دولة اتحاد آسيوي، ومش نحن لا فقط اللي نقدم، كل الناس تقدم، رغم أنه ما في يعني إن شاء الله نحن نحصل على المقاعد أكثر من اللي معانا الآن. نحن معانا الآن كان 3 مقاعد، إن شاء الله نحصل 5 مقاعد، ليش لا. نعم دكتور، منذ دورتين تقريبا أو أكثر يغيب مقعد اليمن في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بغياب الدكتور حميد شيباني. هل من تفسير واضح لعدم تواجد بديل يمني أو وجودك أنت شخصيا في هذا المكان الذي كنت إضافة فيه للنشاط الرياضي الآسيوي بشكل عام؟ والله شوف، أنا بصراحة يعني ما أحبش أمدح نفسي، لكن أنا كانت هدفي أنه نفتح الباب يعرفوا اليمن كادر اليمني من هو الكادر. ما كانش في لنا أي تواجد. اليمن ضمت في الستينات ولم يكن لها أي تواجد، وكثير يقولوا حميد سيطر وحميد كذا، لكن حميد فتح الباب وعرف الناس باليمن، أصبح اسم اليمن الآن معروف، ونشوف الشباب الجديد إيش بيعمل. وأنا أعلنت لكم قبل فترة ب4 شهور إني خلاص في نهاية العام أنا انسحب من كل المناصب، حتى كانت في مناصب مثلا متعلقة بخبرتي العملية كالقانونية والقضائية، قررت أن أنا ما عاد أستمر فيها، فقط يمكن أبقى في التحكيم الدولي اللي ما لهش علاقة بالاتحاد. هذا عمل مستقل، يعني التحكيم الدولي الرياضي في مركز التحكيم في قطر، هذا فقط. نعم، هل نزول عند رغبة بعض الأصوات في الشارع الرياضي أم لقناعة موجودة لديك ولتقل للآخرين أنه انظروا ما الذي صنعه الدكتور حميد شيباني وأنتم اليوم تغيبون عن التواجد في تنفيذية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؟ أنا يسفنا طبعا أنه اليمن غابت لأنه مش سهل ترجع، لكن حاولت أنا طبعا، أنت عارف ما فيش كان كادر مؤهل وللأسف، لكن أنا حريص على أنه استغل علاقاتي بقيادة الاتحاد الآسيوي وندخل بعض الشباب في اللجان المؤهلة. بس لاحظت أنا مثلا من خلال الأسماء اللي شفناها اليوم أنه بعض الأخوان يركزوا على لجنة مثلا 4 5 يشتوا لجنة واحدة، ما لا يعني نحن لو دخلنا واحد في لجنة كفاية. الشيء الآخر يجب أن نعترف نحن ما عندناش دوري محترفين، فيجب أن نفهم أنه الآن في آسيا في دوري محترفين، يجيبك في المسابقات وأنت ما عندك دوري محترفين، يعني مثلا هذا مثل بسيط. لكن في لجان أخرى مثلا نشوف فيها الشباب القانونية
الاتصالات الشاطئية، الإعلامية، النسائية، يعني إن شاء الله تقدم عنصر نسائي. جميل. دكتور، ماذا عن كأس الملك سلمان للأندية العربية؟ سمعنا عن مشاركة لنادي يمني سيتواجد إلى جانب 36 نادي ربما يشاركون في هذه البطولة التي ستكون الأولى من نوعها، والتي ينظمها طبعا الاتحاد العربي لكرة القدم. طبعا بمبادرة سامية طبعا من الاتحاد العربي ومكرمة الملك سلمان حفظه الله، تمت الموافقة على تدشين النسخة الأولى من كأس الملك سلمان، وإحنا حريصين كنا من أول يوم بلغناهم ببطل الدوري اليمني هو فحمان، وأنا مرتاح جدا إنه من أمس بلغت فحمان، واليوم جابوا كل الاستمارات والوثائق المطلوبة وارسلناها للاتحاد العربي. يعني فحمان رسميا هو المشارك في في كأس الملك سلمان للأندية العربية. نعم سيشارك، وستقام التجمع أعتقد الأول بالنسبة لهم في مارس في الرياض سيلعبون. هل هناك دعم سيكون موجود لهم من الاتحاد، سيما أن نادي فحمان من أفقر الأندية إن لم يكن أفقر نادي يمني متواجد على الساحة اليوم؟ والله شوف، الدعم يجب أن يكون من كل الجهات، من اللجنة الأولمبية، من وزارة الشباب والرياضة، من الحكومة، ومن الاتحاد. ما اعتمد على الاتحاد فقط صعب، واحنا لن نقصر معهم. توجيهات الشيخ واضحة كانت اليوم بعدم التقصير، وفتحنا خط معهم وعينا حد أعضاء الاتحاد كمنسق للعمل معهم، وبنتابعهم أول بأول ونقدم لهم كل التسهيلات. دكتور، رسالتك بشكل عام للإعلام الرياضي وللصحافة الرياضية للشارع الرياضي فيما يخص مستقبل كرة القدم اليمنية، سيما الاتحاد الذي تتواجدون أنتم فيه اليوم، إلى متى سيستمر؟ متى سيغادر هذا المكان ويتيح فرصة أيضا للآخرين؟ شوف أخ محمد، أولا مبروك عليكم، احنا معنا لجنة إعلامية جديدة إن شاء الله بعد شوية قريب بدماء جديدة، وإن شاء الله الجميع يتفاعل بصورة إيجابية، وأيضا أنه هذه اللجنة أيضا تحقق الهدف المنشود من التطوير، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الاتحاد الإعلامية. هذا فيما يتعلق بالعمل الإعلامي. لكن أنا كمان أريد من الجميع أن يراعي، نحن في بلد منقسم سياسيا، حتى العملة منقسمة عندنا، صعوبة التنقل، مطارات عندنا ما عاد زي أول. يعني لو عملت مثلا دوري دخول ذهاب وإياب، صعب حضرموت ايش بيجيب ولا يلعب لا صنعاء، بيعطيه كم ميزانية في بيجي يشوف السعر، الصرف غير الصرف، فرق كبير بعدين. ففي ظروف، احنا كاتحاد يمني طوال الفترة هذه حرصنا على وحدة اليمن وعلم اليمن والتواجد باسم اليمن، وحصلنا صعوبات والحمد لله تغلبنا عليها بدعم كل الناس المخلصين والطيبين. أحكم علي عندما كنت أنا يعني في وضع عادي أمارس كأي اتحاد في بلد مستقر. احنا مش حبا في السفر، نحن نريد نرجع البلد نشتغل، لكن ما نريدش نحن ننحاز سياسيا بحيث انه يقولوا هذا تبع فلان لا تبع فلان. احنا تبع كرة القدم، نشتغل تحت راية كرة القدم، يجمعنا على حبنا لليمن وللعلم اليمني وللشباب اليمني. ان شاء الله نستمر الى ان تهدأ النفوس. اما ما حدش يشتهي يجلس في الاتحاد، هي هذه سنة الحياة، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، والتداول مطلوب في كل شيء. سؤال أخير دكتور، بعد هذا الاجتماع هل من دوري أعلن أو سينطلق في القريب العاجل، ومتى؟ والله شوف، أعلن الموسم الكروي بينطلق إن شاء الله بعد رمضان، لكن بشرط توفر الاعتمادات المالية. نحن لن نعطي موعد للأندية كما حصل في السابق ورجعنا احنا حملنا المسؤولية إنه عليكم البدء بينطلق الدوري، لا. نحن بنشوف من الآن لشهر بداية نهاية مارس، إذا شفنا في دعم في تفاعل اجتمعنا بالأندية وبلغناها واتفقنا على موعد محدد لانطلاق الموسم الكروي. وبالنسبة للمشاركة الخارجية أكدنا مشاركاتنا كلها في غرب آسيا وفي الشباب والأولمبي، وأيضا ركزنا على الناشئين وإعدادهم للمشاركة القادمة إن شاء الله. وهذه أمورنا بالنسبة لنشاط كرة القدم. بالنسبة للدورات احنا حنستمر في دورة سيلان طالما معنا فرصة ومعنا محاضر يمني، وسنقيم 4 دورات هذه السنة في محافظة المحرومة، وسنحاول أن نبعث بعض الأفراد كما بعثنا الآن أمين السنيني إلى بعض دول الخليج للحصول على شهادة A. أما بالنسبة لشهادة C لن نرسل أحد الخارج الآن، لأنه في اليمن عندنا خطة لتأهيل 200 المرحلة الأولى و200 المرحلة الثانية، 400 مدرب لكل الجمهورية. نعم، كلمة أخيرة. أشكركم أول، أشكر اهتمامكم بهذه التغطيات،
ونتمنى أن الجميع أن ينظر بإيجابية، وإن شاء الله يكون القادم